وانا بتشرف دايما بوجودي مع دكتور خيري في مهرجان الشعر الدولي، يمكن العام الثالث بعمل الدعايه للمهرجان، وده شرف كبير جدا ليا مع الدكتور خيري، ونشكر ربنا انه من عليه بالشفاء وانه قاعد وسطينا دلوقتي وسط حبايبه. والشاعر هنقول بقى حاجه كده قصيره. الشاعر دايما مهموم بوطنه وبهموم وطنه دايما، فاحنا مش الشاعر عمره ما كان بعيد عن قضايا الوطن بتاعته. فهنقول حاجه عن الارهاب. كل اللي ماتوا في الكنايس زي اللي ماتوا في الجوامع، هم اللي كانوا برضو يا مصري دم بينزف على الحدود، ونفس الجبان هو الجبان اللي بيقتل في الجنود، هو اللي عايز مصر تبقى فعل ماضي ملوش وجود. عدونا يا مصري واضح، يزرع عودين امل هو بيقلع 1000 عود. ضربوا الجوامع والكنايس وعمرنا ما سمعنا يا مصري ضربوا معبد لليهود. القصه مش قصه ديانه، ضربوا مسلم ضربوا قبطي، هي بس سدخانه. بيزرعوا جوانا فتنه، فتنه اكبر من الخيانه. بس يا مصري مصر اكبر، بكره تكبر بعده تكبر، ما اللي عايش تحت شمسك حط اسمك جوه خانه الديانه. مصر ديني، مصر جنه ربع عنبر، محروسه يا ارض الكنانه. وشكرا. الأستاذة أمل